السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا بجد النهارده اكتر يوم ندمت فعلا فيه ان انا ما صورتلكوش الفيديو الجامد ده. بصراحة انا النهارده كنت ناوية اعمل بانيه، فبصراحة ما كنتش حابة ان انا اعمل مكرونة بالصلصة، فانتهزت بقى ان انا عندي بانيه، فخدت هنا مثلا الحتت اللي هي متقطعة، اللي هي ما بتبقاش متسويه دي، فانا ابتديت اقصقصها وعملتها النهارده صينيه مكرونه بالفراخ، فطلعت يا جماعه بجد 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 تحفه. فبجد بصراحه انا النهارده بجد ندمت ان انا بجد ما صورتلكوش الفيديو، بس يلا حصل خير. اديكوا شايفين طبعا الاكل شكله طبعا بيتكلم عن نفسه، شكله تحفه. طبعا انا لسه مطلعه يا دوبك صينيه المكرونه من الفرن، ما بقالهاش حاجات بسيطة، فشايفين زي ما انتم ما شايفين لسه اصلا بالدخانة بتاعتها. وتبلت البانيه وقليته النهارده يا جماعة بتتبيلة مميزة جدا. وعايزة اقولك حاجة، لما تحبي تتبلي البانيه يا ريت تحطي فيه معلقة مايونيز كبيرة مع معلقة كاتشب، بيدي طعم ومزازة جامدة جدا في البانيه. فجربي ان انت تحطي كاتشب ومايونيز مع البانيه. طبعا في تتبيلات كتيرة جدا جدا، بس بصراحة يا جماعة عن تجربة أنا بجد اعتمدتها إن أنا لازم أحط كاتشب ومايونيز على البانيه، بيديه طعم كده مميز. زي ما انتم شايفين المكرونة شكلها تحفة. رأيكم ايه بقى؟ علشان كده النهاردة بجد أنا ندمت إن أنا ما صورتلكوش الفيديو، بس إن شاء الله نصور الفيديو ده تاني مع بعضينا. وزي ما انتم شايفين كده يا جماعة المكرونة جوسي جدا جدا من جوه. لو وصلنا بقى لحد هنا ما ننساش نحط اللايك، وبحبكم كتير في الله حبايبي. وانا عارفه ان طبعا النهارده الخميس، فكانت اكله اخر الاسبوع، يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تحط اللايك.